مراحل تصنيع العسل بقى لو انت اول مرة تشوفها، يعني بالوضع اللي قدام منك ده كده هتكره اساسا ان انت تاكل عسل تاني بعد كده. ده حاجة اقسم بالله العظيم احنا عرفتونا خلاص، واحنا تعبنا وزهقنا من الوضع ده كله. لما تبقى واحد بتراجع عن نفسك ان انت راجل صاحب مصنع بيصنع العسل، وتبقى كل حاجة عندك بالطريقة دي، مفيش أي حاجة نضيفة خالص. لا المكان نضيف، حتى البتاع يعني اللي انتوا بتصفوا بيه المخلوط عامل زي الترانش بتاع الصرف الصحي زمان. يعني انتوا متخيلين ان حاجة تبقى بالطبيعة دي كده وأمور عادية خالص؟ انت يعني بالنسبة لك كده حاسس انت كده صح؟ حاسس انت كده مبسوط؟ يا جماعة أنا يعني في انتقادي أنا مش بعيد، يعني أنا بقول أنت كده غلط. أهم حاجة فين النظافة. أنا واحد من لسه كنت بحب العسل الأسمر، ما عدتش مش هاكله تاني بسبب الوضع ده كده. خلاص بالنسبة لي لأ، مش ما ينفعنيش. ما ينفعنيش. انتوا شايفين ان هو كده صح، قولوا ان هو كده صح. بس كل ده من ايه؟ كل ده عشان برضه مفيش رقابة ولا في تموين ولا في صحة ولا في اي حاجة تشرف على الحاجات دي بحالها. الله المستعان. وربنا يتولانا. كل اللي احنا نقدر نقوله ربنا يتولانا. ربنا يتولانا.